بنت سعودية مغنية كسرات، اسمي حليمة كسرات. إنه أنا ملكة والشهرة، بالعكس الشهرة هي اللي جت لعندي. أكتمل ما أكتملها جاز بين العرب كني الحالي، وإن جيت أجلس مع الجلاس يطري خيالك على بالي، يطري خيالك على بالي. ليه الجفا يا حبيبي؟ اهدى من رغد إلى روى، اهدى من شوشو إلى زوزو رزان. الحاقدون هم نفسهم المعجبين، لكن بحسد نحبك حليمة وإحنا معك forever. لما طلع صوتي في التيفي أسكت الأفواه اللي تقول إنه ما حد درى عني وإنه ما حد يعرفني، ومن هالكلام هذا الحمد لله اللي تضايق، والناس الغيورة اللي تغار من وجود حليمة، تغار من نجاحي، لكن عارفين إني أنا ما قاعدة باللي أسوي لا أذي أحد ولا أتدخل بشؤون أحد، فعشان كذا كثير انبسطولي مع إنهم ما يعرفون مين حليمة كسرات. كيف أعلمك إني أغار وقلبي يتألم لما أشوف حكيك يسعد غيري؟ كيف أعلمك وغيري ما يساوي حب لك؟ كيف أعلمك؟ كيفية الشعر؟ لا، والخلفية دي جي طبعا معكم الشاعرة حليمة كسرات، فنان محمد الشعيبي. عامل لك فولو في الانستغرام. أنا عارف حتى المشاهير صاروا يضيفوني، مثل أليسا أضافتني في اليوتيوب، وحليمة بولاند في تويتر وفي الانستغرام، ومحمد الشعيبي في الانستغرام. صراحة أنا يسعد لي مساءك نجمتنا السعودية حليمة كسرات. إبداع يخلق إبداع، تصاميم بالقمة. كل سنة وأنت طيب. هلا بحب جمعنا كل سنة يكبر ويزيد. تمرين لأن العواذل كل ما كثرة وكل ما صار إصرارنا أكبر. رحت المقابر شكيت اللحاد، جتني الجمال جمت واسيني، شكيت همي ودمعي سال، وأنا شي مرة يحبك. هذه كلمتي، أو طبعا من استخراجي أنا، وكثير انتشرت في ناس قلة الأدب. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه، منهم قيل فيني إني مبدعة. أنا اشتهرت مو بيوم وليلة. تعلموا من حليمة فن الإبداع يا جهلة. أنا تعلمت لأن التصميم فيني موهبة، مو حشم مع الناس عيد. طبعا أنا مع كل موهبة جديدة وأحب أشجع، لكن في ناس لا يبغى لهم شوي يعني، لأنه في يعني ناس أساتذة مثلي في التصميم، فلا يطول أرقابكم. ما بقى أحد ما تابعك الصراحة، ملومهم واحدة مثلك مبدعة وحلوة. لا خلاص، أنا استحيت، أنا اختفيت. استمري بالتصاميم والأشياء الحلوة ولا يهمك، أنا مستمرة. نفتخر بك كأول مصممة سعودية، وأنتي رمز للإبداع يا بنت السعودية لا يوقف. جمهوري أنا مبدعة بتواجدكم وتشجيعكم لي، أكيد راح أكون مبدعة. الله، أنتي في الآسك مش معقول، أنتي أنعم مني. إذا بحكوا عني نعمة جدا، في ناس تتدخل يعني ما أدري في دفع الغيرة أو نقص. فأنا حبيت أقول لك إذا مو عجبتك حليمة مو ضروري تدخلين صفحتي وتقطين وجهك عندي وكل شوي تسأليني سؤال عشاني ما أعطيتك وجه ما جاوبت، ستعصبت وقلتي ما يعجبني اللي يدلعون. فإذا أنا جد مو عجبتك ما تجلسين عندي ولا تتابعيني حبيبتي كي مامي. وبعدين صفحتي ماشية بدونك، يعني عجبتك ولا ما عجبتك، عندك 4 طواف، ممكن تدقي راسك بواحد. إن شاء الله بيكون لك مستقبل جميل إن شاء الله يا رب. وأشكرك على الكلام الحلو، وبجد يفتح النفس اللي يجيك يسألك وبنفس الوقت يدعي لك. بجد يعني أشكرك كثير يا جود، وفرحني سؤالك كثير ونورتيني، وكوني دائما